لكم أن تتخيلوا أن منتخب اليمن للناشئين ما زال اليوم داخل صنعاء، والبطولة بطولة آسيا بعد شهر من الآن، وجالسين في صنعاء، لا معسكر خارجي ولا مباريات ودية دولية قوية. جالس يلعب لي مع اليرموك مع 22 مايو مع شعب صنعاء. العقل احنا بنلعب في بطولة كاس آسيا المؤهلة لكاس العالم، بنلعب مع اليابان، بنلعب مع إيران، مع كوريا، مع الصين، مع دول قوية، وانت بتلعب لي مع شعب صنعاء واليرموك. المهم هذا الفيديو يوصل إلى إدارة اتحاد كرة القدم. منتخبنا اليمني للناشئين بحاجة إلى معسكر خارجي، وأقل حاجة 5 مباريات دولية ودية، أقل حاجة. إذا أردنا من منتخبنا ولاعبينا أن يقدموا بطولة محترمة وأن يتأهلوا إلى كأس العالم، يجب أن يلعبوا أقل شيء 4 إلى 5 مباريات دولية ودية قوية. أما مع شعب صنعاء واليرموك بنروح ونخسر ونخرج من بداية البطولة. وطبعا هذا الكلام للجمهور، لا ترجعوش بعدين تلاعنوا اللاعبين. كريمكم الاتحاد لحد الآن جالس نوم. تحياتي لكم.